الفلسفة. فيلسوفة انتي او بتتفلسفي قوي في الكلام، مش شايفة ان كده داخلة في تفاصيل كتير ملهاش لازمة؟ سمعتي كلمات زي دي قبل كده؟ عملت فيكي ايه؟ ضايقتك وحسيتي فيها انه ايه ده، هو انا قد كده بقول كلام مش مفهوم، او انا قد كده محدش سمعني اصلا، او انا ما بقولش يعني كلام مركب خالص؟ والحقيقة لما شوية بصيت للموضوع ده من حتت مختلفة، شفت جزء عندي مهم قوي، انه صح، الناس دي ممكن ابقى انا مش عارفة اكلمها بلغة هم فاهميني بيها، انا عاملة مجهود وعبء على نفسي، وانا جربت طريقة تانية عشان اقدر اوصل اللي انا عايزة اوصله ده، او المعنى او الكلام اللي انا بقوله. طب ده الجزء التاني، طب هل اصلا اللي قدامي اللغة دي فاهمها؟ زي بالظبط كده ما اروح مكان محدش فيه بيفهم لغة غير العربي، بس انا هتكلم لغة تانية. المشكلة هنا فين؟ في الناس ان هم مش فاهميني، ولا الفكرة ان انا اللي مصرة ان انا اتكلم نفس اللغة دي؟ وبعيدا عن انها مشكلة او مش مشكلة، بس مهم قوي انك انتي تدركي، هو انا اللي بتكلم لغة مش مفهومة فعشان كده الناس مش فاهماني، ولا اللي قصادي فعلا انا بتكلم نفس لغته وبقول كلام مفهوم جدا، بس هو اللي مش عايز يفهم؟ لما تقيمي ده هتعرفي كويس قوي، او هتعرف كويس قوي تغير اتجاهاتك، هتعرف كويس قوي تحافظ على شوية الطاقة اللي ربنا رزقك بيهم وتحطها في مكانها المظبوط. هو مش كلام بيتقال وخلاص، الكلام ده بيتقال علشان نوصل بيه لشيء، ما وصلناش بيه لشيء هنرجع نريمانج المواضيع. بس وانس ان انا قيمتها ولقيت انه اللغة واضحة، الرسالة واضحة، الرؤية واضحة، يبقى اكيد انا ما عنديش خلل. ولو عايزة فعلا تسيبي اثر، قيمي، بصي كويس واعرفي المشكلة فيه.